أهلا بيكم. السحور ما ينفعش إلا بالفول، طبق كده متين يسد معانا طول اليوم. علشان كده النهاردة هنعمل مع بعض فول بالطماطم والبيض. ويلا على الفيديو علشان نشوف وصفتنا مع بعض. هحط زيت على النار وهحط عليها بصل. انا هنا البصلة ديت كانت مفرومة وكانت عندي في الفريزر. تقدروا ان انتوا تحطوا بصل مقطع مكعبات او بصل مبشور او مفروم حسب الرغبة. انا مش مكترة بصل هنا علشان السحور ما يبقاش الفول تقيل علينا. اول ما يبتدي ان هو يدبل ويوصل للدرجة ديت هحط عليه كمان توم واقلب لحد ريحة التوم ما تظهر. توم مجرد ما بيتشوح بالشكل ده ويبقى ريحته فظيعة. وبحط كمان طماطم مقطعة صغير، وعشان الطماطم اليومين دول فاتحة بحط لها يعني حاجة بسيطة من الصلصة، حوالي معلقة كده من الصلصة عشان تديها لون. وبسيبها تتسبك لحد ما توصل للدرجة ديت. انا عايزاها الطماطم تدبل معانا ما تبقاش طعمها ظاهر. فانا وصلتها لدرجة ديت ان هي خلاص اتسبكت معانا، وكمان الصلصة اختلطت مع الطماطم وبقت كده تمام. ابتدي اتبلها بملح وفلفل، كمون وسكر عشان الصلصة وكمان الطماطم، ونقلبهم حلو قوي كده مع بعض. واجي الفول اللي احنا كنا عملناه مع بعض وكمان ضربناه بالهاند بلندر. شايفين تقيل ازاي؟ احنا هنا عايزين ان احنا نخفف الفول دهوت، فهبتدي ان انا احط عليه مية سخنة. حط حاجة بسيطة بس عشان تفك الفول ده معانا. شايفين يعني حتى الكمية بتاعته بتزيد مجرد ان احنا ما بنزوده مية. هو ما بيبقاش فيه مية كتير زي اللي احنا بنشتريه من بره في السوق، لكن المية اللي احنا بنحطها ديت بتزود الكمية بتاعته، بتخليه كمان طعمه رهيب. كده خلاص اختلطت الطماطم مع الفول وابتدى ان هم يغلوا مع بعض. بحط البيض اللي احنا عايزينه، يعني حسب الرغبة بالعدد اللي احنا عايزينه. انا هنا حطيت 3 بيضات، زي ما قلت العدد حسب ما انتوا عايزين. تقدروا تسيبوا البيض بالشكل ده كده، بس انا بصراحة بحب ان انا اكسر الصفار كده علشان بس ان هو يستوي معايا حلو، خاصة ان انا مش هدخله الفرن، انا هسيبه كله يستوي على النار من فوق. يدوبك بس بفرده حاجة بسيطة، انا مش عايزاه يكون زي المضروب. وهبتدي علشان البيض دهوت ما يطلعش اي زفارة بتبله بالملح والفلفل بالشكل ده، وبغطيه وبسيبه على نار هادية لحد ما البيض يبتدي ان هو يجمد معانا. وهنا البياض ابتدى يجمد بس الصفار كان لسه ما استواش جامد يعني. فانا بسيبه برضو يبتدي ان هو يستوي وياخد راحته خالص في السوا. نقدر ان احنا ندخله في الفرن زي ما انا قلت، بحيث ان هو يتحط تحت الشواية البيض ده يدوبك بس ان هو يستوي. وهنا بحط له معلقة من السمنة بتقلب ريحته وبتوديه في حتة تانية خالص. السمنة لما بتحط في اي حاجة تديها طعم وريحة جبارة. كده خلاص البيض استوى معانا وبقى كده تمام. شايفين البيضة بتطلع زي ما هي، برغم ان انا فتحت الصفار بتاعها، بس خلاص هي جمدت معانا وبقت كده مظبوطة ومستوية حلوة قوي. وادي كمان الفول مع الخلطة، الله عليه، مش محتاج الا العيش بس كده. حاجة كده يعني في الخيال. تغيير عن البيض العادي اللي احنا متعودين عليه، دايما بنعمل بالطحينة وبالزيت وبالملح والكمون وخلاص. لكن ده هو بيبقى ليه طعم تاني، بيبقى مختلف. نقدر ان احنا طريقة جديدة نقدر نغير بيها طرق السحور بتاعتنا.
عندنا 30 يوم نقدر ان احنا نعمل كل يوم بطريقة مختلفة، هيبقى حاجة لذيذة جدا. شايفين البيت شكله ايه؟ حاجة روعة، تحفة بجد. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.